أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام. كنا نتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة عملية تحرير الرهائن من أحد المقاهي بسيدني الأسترالية، حيث كان أحد عناصر داعش قد احتجز عشرات الرهائن هناك، وبعد أن استطاع 5 رهائن الفرار تمت عملية تحرير الرهائن بكاملهم. أذهب مشاهدينا الكرام إلى السيد عصام خليل مدير الأخبار بالإذاعة العربية بأستراليا. تصحيح إن الراجل المحتجز الرهائن ده تبع داعش. يعني هو مش تبع داعش؟ هو لا، مش تبع داعش. هو غالبا مختل عقليا. وفي تفاصيل الأخبار اللي أذاعتها الشرطة عن الرجل إن هذا الرجل عمره 49 سنة وهو إيراني الأصل. قدم إلى استراليا طالبا للجوء عام 96. وأدين في عام 2002 بتهمة اعتداء جنسي على فتاة. ثم اتهم في شهر نوفمبر الماضي من العام الماضي يعني 2013 في تهمة قتل زوجته وحرق جثتها. تمام. وهو مفرج الآن عن كفالة أثناء نظر القضية. تمام. فالراجل يبدو أنه هو أيضا متهم بأنه كان بيرسل خطابات تهديد وشماتة لأسر الجنود الأستراليين المتوفين في أفغانستان. هذا أمر أساء الناس كلها يعني. فيبدو أن هذا الرجل مختل عقليا، ومش معروف لحد دلوقتي إيه اللي هو كان عايزه يعني. كل ما ذكر هنا الآن عن هذه العملية بعد التعريف بالرجل أن الشرطة أطلقت وابل من النيران على المكان، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى ككلام رسمي، كبيان رسمي صادر من الشرطة الأسترالية أو من السلطات الأسترالية. لم يصدر بيان حتى الآن سوى أنه أطلقت النيران على المكان واستطاع بعض، وهناك أي تفاصيل أخرى حتى الآن. وإحنا هنا في أستراليا الآن الساعة 3:15 تقريبا صباحا. نعم. طيب يعني العملية ما زالت مستمرة، إنما ما فيش بيانات غير عن شخصية الرجل. إنما ما فيش يعني احنا شايفين طبعا العملية على الهواء، لكن إذا ما فيش ضحايا يعني. لا لحد دلوقتي ما فيش ضحايا الحمد لله. ما فيش ضحايا. يعني يبدو ان هم الشرطه الاستراليه او القوات الامن، لان هي مش الشرطه بس المشتركه في العمليه، ان قوات الامن اللي كانت محاصره المكان تعمدوا ان هم ينهكوا هذا الرجل تماما يعني. لان العمليه بدات الساعه 9:30 صباحا، والان الساعه تقريبا 3 صباحا، يعني حوالي 18 ساعه متواصله. فبالتأكيد هو أنهك. مفهوم طبعا، مفهوم حفاظا على الأرواح يعني. ما حصلش هجوم للتحرير يعني. لا هنا الناس ألو. طب احنا عندنا مشكلة في الصوت فقط، ويعني الأستاذ عصام صوته الحقيقة مش واضح بالنسبة لنا. عموما أشكره يعني حتى إذا عاد إلينا مرة تانية أو لا، لكن عموما شكرا جزيلا الأستاذ عصام خليل مدير الأخبار بالإذاعة العربية بأستراليا.